السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة هنعمل الكب كيك علشان خاطر ولادنا ونفرحهم كده شوية. هنعمله كمان بطريقة جميلة جدا. مش هيكلفنا بيض كتير، هنعمله ببيضتين وكمان هيطلع طعمه تحفة. قبل ما نبدأ حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك. عندنا هنا المقادير بتاعتنا: عندي كوباية ونص من الدقيق، وعندي بيضتين، وعندي 3/4 من السكر يكون ناعم بس مش بودرة، وهنا عندي نص كوباية من اللبن الرايب او الزبادي، وعندي نص كوباية من الزبدة، وربع معلقة من الملح، ومعلقة ونص من البيكنج باودر من معلقة الشاي. هنقلب كده هنا الخليط الجاف معانا الاول، بيكنج باودر مع الدقيق مع الملح كده تمام. بعد كده هنجيب هنا بولة وهنحط فيها الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، وهنحط السكر بتاعنا. هنضربه كده كويس بالمضرب الكهرباء لحد ما تنعم معانا الزبدة والسكر وتديكي لون فاتح. هتضربي كده كويس لحد ما السكر يدوب معاكي تماما واللون هيفتح معاكي بالشكل ده كده تمام. بعد كده هننزل هنا هنحط هنا البيض بتاعنا، هنحط بيضة اول واحدة، هننزل كده هنضربها كده كويس لحد ما تختفي معانا واللون يفتح كده تمام. القوام بتاعها بيبقى كريمي. هنحط البيضة التانية نضرب كده كويس. بعد كده هننزل كده بالفانيليا، هنحط فانيليا سايلة او فانيليا البودرة. هتضربي كده كويس حلو جدا كده تمام لحد ما الخليط يوصل معاكي بالشكل ده. بعد كده هننزل هنا بالدقيق، وهنحط شوية دقيق وشوية من اللبن الرايب، معلقة ومعلقة كده، ونضربه لحد ما تخلص معاكي الكمية كلها بنفس الطريقة دي. هنحط معلقة معلقة وهنحط اللبن الرايب لحد ما تخلص معاكي الكمية. هي القوام بتاعها هيبقى تقيل شوية على قوام الكيك العادي. بعد كده هنجهز هنا صينية الكب كيك. هنا هنجيب هنا معلقة الايس كريم علشان تسهل معاكي. هتوزعيها بالشكل ده. الكمية بتاعتي عملت لي 12 واحدة من الكب كيك. طبعا في الوقت ده هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هنحطها هتقعد معانا كده حوالي ربع ساعة كده تمام. طبعا هعمل الكمية كلها كده بالمعلقة علشان تسهل معاكي. بعد كده هديها تخبطتين وهندخلها الفرن زي ما اتفقنا. هتقعد معانا ربع ساعة او ربع ساعة واكتر. هتختبريها بعودة خلة. اول ما تلاقيها استوت معاكي هتطلعيها بالشكل ده. شايفين جميلة جدا وريحتها حلوة جدا بجد تحفة. جربوها وهتعجبكم. طبعا هتسيبيها تبرد تماما قبل التزيين. شايفين شكلها لونها جميل جدا وكمان طعمها حلو. هنفتح واحدة كده مع بعض وهنشوف شكلها من جوه. طرية وهشة والقوام بتاعها جميل جدا. شايفين. بعد كده هنتزين ده براحتك. هنزينها بالكريم شانتيه. التزيين ده اختياري لك انتي كده تمام. طبعا هتزينيها زي ما انت حابة وتقدميها لأولادك. أتمنى يا رب يكون الفيديو استفدتم منه وعجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك علشان توصل لكم أي فيديوهات هنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.